ازيكم يا اصدقاء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ميعادنا مع قصة البداية اللي حبيتوها. بس في البداية مش تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حابب اشكر كل الناس اللي بتدعمني وتعالى ليا في الفيديوهات. وقبل ما نبدأ على طول لازم نصلي على الرسول. عرفنا في الفيديو اللي فات ان بعد ما السطور قضى اول ايامه وسط القبيلة البدائية قرر انه ما يعتمدش على الحظ، وبدأ يصنع اول قوس وسهم بايده بيستخدم ادوات بسيطة جدا واللي لقاها موجودة حوالين منه في الكهف. وفي الوقت ده زعيمة القبيلة كانت مفكرة انه هرب وسابهم، وهو كان بيجهز اختراع هيقدر انه يغير شكل الحياة في القبيلة كلها. وبمجرد ما خلص القوس جربه على قطيع من الغزلان، ومن اول سهم قدر انه يصطاد غزال كامل ورجع بيه للقبيلة وسط ذهول الجميع. والبنات انبهروا بيه جدا، والرجالة بقوا عايزين يعرفوا سر قوته. لكن اخو الزعيمة ياو يينج رفض انه يصدق ان ساطور هو اللي اصطاد الغزال، وحاول يثبت ان الموضوع ده مجرد صدفة مش اكتر. لكن لما ظهرت السهام الجديدة الكل اكتشف انها مختلفة عن اي سلاح شافوه قبل كده، وبدأ الحقيقة تظهر قدام الجميع. وساعتها ساطور مسك القوس قدام الكل واطلق سهم اخترق الهواء بسرعة رهيبة واختفى وسط الغابة، عشان تعرف القبيلة بعدها لأول مرة عن قوة السلاح الجديد. ومن اللحظة دي نظرة الجميع ليه اتغيرت، وحتى زعيمة القبيلة ذات نفسها بدأت تعتبره أمل القبيلة الحقيقي. وبعد الاحتفال قامت بنفسها عشان تشوي اللحم وتخدمه كنوع من أنواع التقدير. في الوقت ده ساطور بدأ يخطط لمستقبل أكبر، وفكر إنه يحول القبيلة من مجرد صيادين لحضارة بتعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات. لكن في المقابل كان الحقد بيكبر جوه بعض أفراد القبيلة، وخصوصا ياو لي اللي كان شايف إن وجود ساطور حطم كل أحلامه اللي كان بيخطط لها، وبدأ يفكر في التخلص منه بأي طريقة. ومع حلول الليل بتهب عاصفة عنيفة هزت الأكواخ كلها. في الوقت اللي كان موجود في الرعد والمطر سمع ساطور صوت خطوات غريبة بتقرب من الكوخ عنده، وعشان تبتدي أحداث جديدة بدأت تغير مصيره بالكامل. أما النهاردة وبنكمل الأحداث بتاعتنا، ومع عواميد البرق ساطور قدر إنه يشوف بوضوح الحاجة اللي الراجلين كانوا ماسكينها في إيديهم ما كانتش عبارة عن أسلحة. دول كانوا ماسكين حاجتين لونهم أسود. وساطور ارتاح شوية لكن فضل مع ذلك مراقبهم بحذر. وفي واحد منهم قال: إحنا جايين بأمر من زعيمة القبيلة عشان نشعل النار في بيتك. والتاني كمل وقال: وأول ما النار تولع لازم نمشي على طول، والنار دي أنت تستخدمها للتدفئة ويا ريت ما تحاولش تقرب منها. وساطور طبعا ما فهمش هما بيقولوا إيه، لكن شافهم هما بيطلعوا الحطب من ورا منهم وفهم انهم جايين عشان يعملوا ايه بالظبط. وبعدها ساطور بدأ يرتاح وبدأ يحس ان هما بيقدروه عن الاول. وبعد ما ضحك ساطور مع افراد القبيلة وشاف قد ايه هما ناس طيبين وبسطاء جدا، اكتشف ان الصيادين الباقيين لسه ما رجعوش، وبطنه كانت هتموته من الجوع. وبالرغم من كده كان ادى قطعة اللحم اللي معاه للاطفال، وده خلاهم يحبوه اكتر. وفجأة قال بكل ثقة: انا اقدر اخلي كل القبيلة تاكل لحمة النهاردة. والجميع اتصدم من كلامه، لكن البنت ياو لينج كانت أول واحدة مصدقاه لأنها شافت بعينها قدرته في الصيد. أما بقى أفراد القبيلة فبدأ الأمل يرجع لقلوبهم بعد أيام من الجوع. لكن بدل ما ياخدهم للصيد ساطور أخدهم لكومة من العظام والمخلفات اللي كانت موجودة جوه المعسكر، وبدأ يدوروا على عظام رفيعة. وبعدها قعد يسنها بحجر لحد لما حولها لصنارة صيد، ورسم لهم شكل الصنارة وطلب من الجميع إنهم يقلدوه. وفي البداية فشلوا أكتر من مرة، لكن بعد شوية كل افراد القبيله قدروا انهم يصنعوا صناره ممتازه، وده خلى ساطور ينبهر بسرعه تعلمهم ومهارتهم. وبعدها ساطور بيسال البنت ياو لينج عن مكان النهر، لكنها رفضت فورا وقالت ان النهر عندنا مليان وحوش خطيره، وان الرجاله بس هم اللي بيروحوا هناك عشان يجيبوا الميه. ولما عرف ان السمك الموجود في النهر بس اصر انه يروح يصطاده بنفسه عشان ياكل القبيله كلها. والبنات حاولوا انهم يمنعوه بكل الطرق وقالوا له ان المكان خطير جدا، لكن فضل متمسك برايه انه لازم يروح ويصطاد. وفي لحظه ذكيه ساطور لف على ياو لينج بالكلام، ولما قالت من غير ما تقصد انك ماشي في الطريق الغلط وان النهر من الناحيه التانيه ابتسم لانه عرف مكان النهر اخيرا. ولما لقت انه مش هيتراجع مهما حصل استسلمت ياو لينج ليه، وامرت كل نساء القبيله انهم يجيبوا الرماح والاسلحه الحجريه، وقرروا انهم يرافقوا ساطور في رحله الصيد الخطيره اللي متجهه ناحيه النهر، ومن غير ما يعرفوا ان المغامره الحقيقيه كانت لسه هتبدا معاهم. وبالفعل بيخرج ساطور مع مجموعه النساء بتوع القبيله في طريقهم لجهه النهر، وكانت ياو لينج ماشيه في المقدمه، لكن باقي المحاربات كانوا ماشيين حوالين ساطور من كل ناحيه وبيحاولوا انهم يحموه كانه عباره عن كنز ثمين بالنسبه لهم. وساطور استغرب جدا من الاهتمام الزايد بتاعهم، لكن لاحظ انهم فعلا خايفين عليه. وفي الطريق حاول يتعرف عليهم اكتر، فسال بنت عن اسمها وقالت له يا ولان، وعن عدد افراد القبيله سالها فعرفته انهم حوالي 36 فرد فقط. ولما سالها اذا كان عددهم دايما قليل بالشكل ده بدات تتكلم، لكن واحده من النساء قطعتها بسرعه فسكتت فورا. ساعتها
فهم ساطور ان في سر كبير مستخبي ورا اختفاء معظم افراد القبيله. وبعد شويه وصل لحد النهر، لكن اول ما بص ساطور قدامه فهم سبب خوفهم. كان في 3 من القطط البريه الضخمه بيشربوا من الميه. فجاه انفجر سطح النهر وطلع تمساح عملاق منه، خطف واحده منهم في ثانيه ونزل بيه تحت الميه وسط الدم المرعب. اما الحيوانين الباقيين فجروا على طول وهم مرعوبين. وهنا البنت ياولينج بترتعش وقالت يلا نرجع، المكان هنا خطير جدا. وبدأت باقي النساء يحكوا انه كذا واحد من الرجاله بتوع القبيله ماتوا بسبب النهر الملعون ده، وانهم بطلوا ياكلوا سمك من زمان. لكن ساطور ابتسم وقال بثقه مين قال اني هنزل اصطاد السمك من جوه؟ وهنا اتصدمت البنت ياولينج وسالته باستغراب امال انت ناوي تعمل ايه؟ هتجيب السمك ازاي؟ ورد عليها بابتسامه غامضه وقال لهم هتعرفوا بعدين. ورغم انه قرب من النهر الا ان البنت ياولينج جريت بسرعه ومسكته من دراعه وهي بتترجى ما يقربش اكتر من كده، وكانت فاكره اخوها اللي مات وهو بيحاول يصطاد سمكه. ولما شاف الخوف الحقيقي في عينيها هز راسه وقال لها تمام مش هنزل. وفي نفسه بص للتمساح العملاق وقال دلوقتي مستحيل، لكن في يوم من الايام اكيد هتغلب عليه واقضي عليه واعمل جلده احذيه لكل بنات القبيله. وبعدها رجعوا بعيد عن النهر بحوالي 100 متر، وساطور طلب منهم طلب غريب جدا وشاور بايديه وقال هاتوا شويه ديدان وحشرات. وكلهم استغربوا، لكن لانهم بقوا واثقين فيه فبداوا كلهم يدوروا في كل مكان من غير اي اعتراض. وفي الوقت ده ساطور قدر انه يقطع غصن طويل من الشجر وبدا يجد الحبل من اللحاء بتاع الشجر وصنع اول صناره صيد بدائيه في حياته. وبعد حوالي ساعه خرج من الغابه وشال الصناره واتصدم من المنظر، ونساء القبيله كلهم كانوا لسه بيدوروا على الديدان بكل جديه وعاملين كومه كبيره منها على الارض، وحتى حطوا 2 يحرسوها. وهنا ساطور بيضحك وقال وهو بيشاور بايده وقال لهم كده كفايه قوي كل ده يجي هنا. وساعتها بيبص ساطور على البنات اللي كانوا واقفين قدامه وكل ايديهم ورجليهم كانت متغطيه بالطين من كتر ما كانوا بيدوروا على الديدان، ومبقاش عارف يقول لهم ايه، وحس ان لو ما كانش وقفهم بنفسه كانوا هيفضلوا يدوروا لحد غروب الشمس. وساعتها ساطور بيبتسم ويقول لنفسه ان الناس دول مجتهدين فعلا. وياولينج سالته باستغراب انت بتقول ايه؟ لان ما فهمتش اللغه بتاعته، وابتسم وقال بقول انكم ناس رائعين. والبنات ضحكوا كلهم بخجل، وبالنسبه لهم هم عملوا حاجه بسيطه جدا. وبعدها ساطور بيمسك بواحده من الديدان الكبيره وركبها في الصناره اللي صنعها بنفسه، وبعدها شال العصايه بتاعه الصيد واتجه ناحيه النهر. لكن اول ما اتحرك وقفت ياولينج قدامه فورا وقالت بحزم انت لسه ناوي تنزل النهر تاني؟ مستحيل اسيبك. وباقي البنات كانوا كمان مستعدين انهم يمنعوه، لكن ياولينج كانت دايما اول واحده بتتحرك لحمايته. والوقت ساعتها كان بيجري والشمس قربت تغرب، فالساطور قال بسرعه انا مش هنزل الميه ما تخافيش، ولو لسه قلقانين تعالوا معايا. فجاه مسك ايد ياولينج وسحبها معاه، وفي اللحظه دي البنات كلهم انفجروا من الضحك. ده ساطور مسك ايد ياولينج، هو ناوي انه يخلف منها ولا ايه؟ وواحده تانية قالت ده طبيعي لان لينج جميله جدا ولازم يحصل معاها كده. اما البنت ياولينج فقلبها بدا يدق بعنف ووشها احمر ومعرفتش انها ترد من الكسوف. ولما وصلوا على بعد 15 متر من النهر ساطور وقف في مكانه وساب ايديها بهدوء وقال بابتسامه شفتي قلتلك مش هنزل الميه وانا ما كدبتش عليكي. اما ياولينج فوطت راسها وهي لسه مكسوفه وتمتمت بكلمات محدش سمعها. وبص ساطور للنهر وشاف ان الميه هاديه شويه وقدر انه يلمح اسماك كتير بتتحرك تحت السطح. اما التماسيح فكانت مستخباه في القاع، ودور نفسه ناحيه الجميع وقال وسعوا شويه دلوقتي هوريكم ازاي نصطاد السمك. ورفع عصايه الصيد بكل قوته وبدا يلوح بيها، فالسناره طارت في الهواء ونزلت في نص النهر. وقال بثقه دلوقتي نستنى السمكه عشان تبلع الطعم. وفضل ماسك العصايه بايده الاتنين وهو بيحاول انه يخفي ان دراعاته بدات توجعه، لكن العصايه كانت تقيله جدا وما كانش عايز يبان قدام البنات انه ضعيف. وهنا ياولينج بتساله بفضول هو فعلا هنقدر ناكل سمك بالطريقه دي؟ ورغم ثقتها فيه لكنها كانت عارفه ان صيد السمك عندهم شبه مستحيل. فجاه ساطور لف في وشه واصطدم لما لقى كل البنات مركزين في النهر وسايبين الحراسه بتاعتهم، فبدا يصرخ بسرعه وقال امسكوا اسلحتكم وخدوا بالكم من التماسيح لو حد طلع. في ثانيه واحده الكل رجع لوضع الاستعداد، وفي نفس اللحظه حس ساطور بحاجه بتشد السناره اخيرا فيها سمكه. وكان الامن ان الطعم ما يعجبش السمك او ان السناره ما تشتغلش، لكن دلوقتي كل شكوكه اختفت وشد السناره بكل قوته ورجع لورا خطوه. فجاه قفزت سمكه كبيره جدا خارج الميه وصرخت نساء القبيله في وقت واحد معقول سمكه؟ دي سمكه كبيره فعلا. واول ما نساء القبيله شافوا السمكه الكبيره انفجروا من الفرحه وقالوا لساطور انت رائع، وبعدها بداوا يرقصوا ويضحكوا حوالين السمكه الكبيره. وساطور فضل يسحبها من بعيد من النهر لحد ما بقت على مسافه امنه، لكن هو بيبص عليهم لقى انهم نسيوا اخطر حاجه وهي التماسيح،
واتنهد وقال بلاش تفرحوا قوي كده، خليكم منتبهين للخطر بتاع التماسيح من حوالينا. لكن للأسف محدش سمع كلامه، وكلهم كانوا ماسكين السمكة وبيحسسوا على جسمها بفرحة كأنهم عبارة عن لقوا كنز ضخم. وساعتها وش ساتور اتغير ودخل وسطهم وقال بغضب كل كلمة بقولها لازم تتسمع، رجعوا السمكة تاني مكانها وكله ياخد وضع الاستعداد. وهنا اتصدمت ياو لينج وضمت السمكة لصدرها وقالت بسرعة لا مش هرجعها. وباقي البنات سكتوا تماما وكلهم حسوا ان ساطور بدأ يزعل، لكن محدش كان فاهم السبب. اما ساطور فكرر كلامه وهو بيمد ايده وقال اديني السمكة دي. وياو لينج بدأت تهز راسها بعند وقالت له ينفع تسيبها معانا؟ احنا عملنا ايه غلط عشان تزعق فينا كده؟ لكن ساطور فضل ثابت على موقفه، ولما لها لسه رافضة قال لها بكل جدية وغضب لو ما اديتنيش السمكة دي مش هاخدكوا تصطادوا معايا تاني. والجملة دي كانت كفاية ان ياو لينج وهي زعلانة جدا تسلمه السمكة بايديها. ومسكها ساطور وبدون اي تردد لف جسمه ورماها تاني في النهر وقالت لا ايه اللي انت عملته ده؟ والسمكة نزلت المية وبعد ثواني استعادت قوتها واختفت وسط النهر. وهنا عيون بنت ياو لينج اتملت بالدموع، دي كانت اول سمكة تشوفها من سنين، وفي ناس في القبيلة عمرهم ما داقوا طعم السمك اصلا. وبعد كده حلت عليهم لحظة من الصمت، وبص الساطور لكل البنات وشاف ان في اكتر من واحدة عينيها احمرت من الزعل وكانت بتبكي هي كمان من غير ما حد يشوفها. وكان عارف انه قسي عليهم جدا، لكن ما كانش ينفع انه يتراجع، وشاور عليهم وقال لهم مين فاكر انا قلت لكم ايه من شويه؟ والكل بص لبعض وهو محتار، لكن ياولان رفعت ايديها بخجل وقالت انت قلت ان احنا نخلي بالنا من الخطر. وهنا الساطور بيبتسم وقال صح، يبقى ياولان هي الوحيده اللي كانت مركزه معايا. وبعدين شاور حوالين المكان وقال بص حواليكم، اثار الوحوش موجوده في كل حته، والتمساح لسه موجود في النهر، ولو انشغلتوا شويه بالاكل ونسيتوا الخطر حد فيكم هنا ممكن يضحي بنفسه ويموت. وفي الوقت اللي كان بيتكلم فيه ياو لينج بدأت تضحك فجأة من طريقته في الكلام وإنه بيشرح لهم بالإشارات، والساطور بيبص لها بنظرة غضب وكمل كلامه وقال الأكل مش أهم حاجة. وسكت لحظة قبل ما يقول بحزم أنتوا أهم عندي من أي حاجة تانية. وبعد كده كمل وقال افتكروا دايما إن حياتكم أغلى من أي حاجة. والكلمات دي وقعت على قلوبهم بشكل غريب، ومن يوم ما اتولدوا محدش قال لهم إن حياتهم أغلى من أي حاجة. أما البنت ياو لينج فبصت للساطور بإعجاب كأنه عبارة عن حاكم للقبيلة. وبعد ما ساطور قرر انه ينظم الشغل بدل الفوضى اللي شغاله قال بحزم من النهارده اي حد يخرج معايا لازم ينفذ اوامر انا بس، واللي مش هيسمع الكلام اكيد مش هيخرج معايا تاني، واكيد مش هشاركه معايا كمان في الاكل. وهنا البنات كلهم بيردوا بصوت واحد احنا موافقين على كل اللي تقوله وهننفذ اوامرك من غير ما نعصيك. وساعتها ساطور بيهز راسه وهو راضي عن كلامهم، وبعدها بدا يقسم المهام ما بينهم، وبص ناحيه البنت يا ولان وقال لها اختاري 3 يجوا يصطادوا السمك معايا. وساعتها البنت ياولان بتفرح جدا واختارت بنتين كمان. وبعدها بصت على ياولانج واللي كانت متأكدة ان ساتور هيختارها، لكن ساتور كان ليه رأي تاني والتفت ناحية ياولانج وقال انت اختاري 5 بنات وخليكوا ورا مني عشان تحرسوني من الوحوش اللي موجودة في الغابة. وساعتها ياولانج اتجمدت في مكانها لانها كانت متوقعة انها تكون جنبه، لكن بدل كده خلاها مع فريق الحراسة، ورفعت عينيها عشان تبصله لكنها لقت نظراته متجهة لحد تاني وحست ان قلبها اتقبض بقوة. وبعد لحظات فهمت السبب، هي ضحكت وهو بيتكلم بجد فعاقبها بالطريقة دي وعضت على شفايفها ونادت 5 بنات ومشيت بيهم ناحية الخلف، وهي مصممة انها تثبت لساطور انها تسمع كلامه من غير اي اعتراض. وساطور بيقول للباقيين يفضلوا معايا ومهمتكم انكم تراقبوا اي حركة غريبة في المية، ولو شفتوا وحش طالع منها يا ريت تنبهوني فورا. وبعد ما قسم المهام الشغل دلوقتي بقى اسهل، والساطور بيبدأ يعلم ياولان و3 بنات موجودين معاها طريقة الصيد بالسنارة وخلاهم يشتغلوا بجدية وهو اكتفى بالإشراف عليهم وقال لهم يلا اصحابوا. وبمجرد ما أمرهم مسكت ياولان السنارة بإيديها الاتنين وشدت بقوة فرمت السمكة مباشرة على الشاطئ. وساطور بيتصدم ازاي دراع رفيع بالشكل ده وعندها القوة الكبيرة دي كلها، وكان فاكر ان القوة دي موجودة بس عند زعيمة القبيلة، لكن واضح ان كل محاربات القبيلة عندهم نفس القوة تقريبا. وساعتها بيبتسم بسخرية من نفسه وقال في سره لازم ابدأ اتدرب من النهاردة والا انا هبقى اضعف واحد موجود هنا في القبيله. في الناحيه التانيه كانت ياو لينج بتسمع ضحكات ياولان والبنات وهم بيصطادوا وحست بغيره شويه منهم، لكنها افتكرت كلام ساتور ان حياه كل واحد فيكم اغلى من اي حاجه، فشدت رمحها على الغابه وفضلت تراقب بكل تركيز وكانت مستعده لاي خطر. وكانت الشمس خلاص قربت تغيب وبدات السماء باللون الاحمر. اما صيد السمك في العصر البدائي فكان اسهل بكتير جدا من اللي ساتور توقعه، كل مره بيرموا فيها السناره بيطلع سمكة على طول. ولما شاف ساطور ان العدد وصل ل 16 سمكة قال لهم خلاص كفاية. وهنا ياولان بتعترض بسرعة وقالت لساطور لسه بدري،
لأن البنت كانت مستمتعة جدا بإحساس إنها بتسحب السمكة للشاطئ وما كانتش عايزة تتوقف. ولكن أول ما شافت نظرته سكتت فورا ونفذت الأوامر من غير حتى اعتراض. وابتسم سطور في نفسه وقال البنت دي لو كانت موجودة في العصر الحديث في مدرسة كانت هتبقى أشطر طالبة موجودة في الفصل. وبدأ بعد كده يقسموا الأسماك على 4 مجموعات، كل مجموعة شايلة 4 سمكات. وبدأت رحلة الرجوع بعدها للقبيلة. وفي نفس الوقت داخل القبيلة صرخ ياو بينج بغضب: ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي ياخد الستات كلهم ويروح للنهر؟ ومسك الرمح بتاعه وهو بيقول: الاجنبي الدخيل اللعين ده لازم أأدبه، ولو حد من افراد قبيلتنا مات بسببه انا هقطع راسه بايدي. وفي واحد من الرجاله قال: بقلق، النهر خطير جدا والستات اكيد مش هيقدروا يواجهوا الوحوش اللي موجوده في الميه. وفي واحد من الزعماء قال انه راح يصطاد سمك. وكل سكت: يصطاد سمك؟ اما ياو بينج فانفجر بغضب: وليه محدش منعه؟ وسأل واحد من الرجاله باستغراب: ازاي واحد غريب يقود افراد قبيلتنا بالطريقه دي؟ وهنا الزعيم بيرد ويقول ان ياو لينج هي اللي طلبت من البنات ياخدوا اسلحتهم ويروحوا معاه، وانا ما قدرتش بصراحه ان امنعهم. وقطعتهم الزعيمه ياو بكل حزم وغضب وقالت لهم: بطلوا الكلام بتاعكوا ده. وبعد كده امرتهم وقالت: سيبوا 3 منكم يحرسوا الطفل والباقي يجي معايا للنهر. حتى ياو ذات نفسها كانت مصدومه من اللي حصل. هل الاجنبي الدخيل فاكر انه عشان اخترع القوس والسهم يبقى خلاص يقدر انه كمان يصطاد من النهر؟ والوحوش اللي في الميه كانت بتلتهم اي مخلوق بتقرب منه. ومع ذلك قدروا انه يقنع كل النساء بتوع القبيله ويخرجوا معاه بارادتهم. وافتكرت الزعيمه الشروط اللي طلبها منها ساطور مقابل مساعدته للقبيله، وحست ان دماغها هتنفجر من التفكير. لكن فجاه سمعوا صوت ضحك جاي من بره. وبعد كده الزعيمه بتلقط نفسها وقالت: طالما في ضحك يبقى محدش اكيد اتاذى. لكن ياو بينج ما كانش هادي زيها، واول ما خرج شاف ساطور راجع والستات كلهم محاوطينه كانه عباره عن قائد عظيم. في اللحظه دي الغيره والكراهيه اللي جواه وصلت لاقصى درجه. اما ياو ليه فكان اول حاجه عملها انه بص يدور على ياو لينج لكنه ما لقاهاش. وفجاه اسوأ احتمال جه في دماغه وبدا الغضب يملاه كله وصرخ وقال: معقوله تكون ماتت؟ واندفع ناحيه ساطور وهو ماسك الرمح الحجري بتاعه. اما الزعيمه فصرخت عليه وقالت له: انت اتجننت يا ياو ليه؟ اقف عن اللي انت بتعمله. لكن ياو ليه بيتجاهل كلامها وكمل جري ناحيه ساطور. وفي اللحظه دي ساطور بيسحب الفاس الحجري بتاعه من وسطه واستعد للدفاع عن نفسه. لكنه كان ناسي حاجه مهمه: مكانته عند نساء القبيله بقت كبيره جدا. واول ما شافوا ياو ليه بيهجم كل البنات وقفوا قدام ساطور وحموه باجسامهم وطلبوا من ياو ليه انه يتوقف وقالوا له: ساطور ده ضيف قبيلتنا. لكن ياو ليه كان خارج عن السيطره تماما وصرخ بقى على صوته: ابعدوا عن طريقي، انا لازم اقتله. وفي لحظات الزعيمه بتلحق ياو ليه وانتزعت الرمح الحجري من ايده وهي بتصرخ. والزعيمه قالت: بامرك انك تروح قدام تمثال الطائر الاسود وتتوب عن اللي انت عملته. لكن ياو ليه كان منهار تماما وقال لها: لا، انت اللي لازم تتوب عن اللي انت بتعمليه، انت ما بقيتيش تستحقي الاحترام مننا. وانفجر في البكاء وبعدين شاور ناحيه ساتور وهو بيصرخ. وياو ليه قال: هو اللي قتل لينج، وكل اللي يهمك دلوقتي ان القبيله تخلف وبس، وعمرك ما اهتميتي بحياه لينج. وساعتها بيبص لكل الستات بعين مليانه غضب وبدا يزعق ويقول: ليه ما حدش فيكم مات بدلها؟ وانفجر في البكاء وبعدين شاور ناحيه ساطور وهو بيصرخ. وحاولت الزعيمه ساعتها انها تهديه بسرعه. والزعيمه قالت: يا ري اسكت، ولينج لسه عايشه. لكن ياو كان لسه رافض انه يسمع اي كلمه وركع قدام القبيله وبص ناحيه بنج اخو الزعيمه وهو بيتوسل لهم. وياولي قال: اقتلوه، ارجوكم اقتلوا الغريب، لو مات الزعيمه هتبقى ليك. في اللحظه دي خرجت لينج من الكوخ بعد ما غيرت هدومها، ولما سمعت الكلام صرخت بغضب. ولينج قالت: ايه الهبل اللي انتوا بتقولوه ده؟ واول ما شافها اتجمد في مكانه. وياولي قال: انت لسه عايشه؟ وهنا الجميع بيسكت والزعيمه حولت نظرها ناحيه بينج ولاحظت الذعر اللي كان باين في عينيها. وفي اللحظه دي فهمت كل حاجه. دلوقتي عرفت ليه بينج كان بيحاول انه يتخلص من ساتور من اول ما جه، ورغم ان جسمها كله كان بيترعش لكنها قدرت انها تتماسك. والزعيمه قالت: يا بينج، الكلام اللي قاله لي ليه حقيقي ولا لا؟ وعض بينج على سمم الغيظ وهز راسه بالموافقه. وبينج قال: قبيلتنا وصلت لطريق مسدود، ولو ما اتجوزناش من بعض نسل القبيله ده هينتهي قريب. وردت عليه الزعيمه ببرود وقالت: يعني انت كنت عايز اختك هي اللي تخلف منك؟ وساعتها الزعيمه بتسكت للحظات قبل ما ترجع تتكلم تاني وقالت: انا افضل ان انا اموت على ان اتجوزك انت واخلف منك، انا مستحيل اتجوز اخويا. وشاورت ناحيه ساتور. والزعيمه قالت: الطار الاسود بعت لنا منقذ وهو امل القبيله دلوقتي، لكن انت من اول يوم وانت بتحاول انك تتخلص منه. وبعد كده بصت لاخوها بخيبه امل وقالت: ما كنتش متخيله انك بالانانيه دي. وبنجي بينحني براسه لقدام وهو متضايق، وهو كان فاكر انه بيحمي اخته وبيحاول يخفف عنها، لكن دلوقتي كل حاجه انتهت. اما ساتور فكان واقف وعينيه مفتوحه من شده الصدمه.
وقال ايه القبيلة المجنونة دي؟ الراجل وقع في حب اخته ازاي؟ ودلوقتي فهمت ليه بينج كان بيكرهني من اول لحظة. كان فاكر اني هاخد اخته منه. وبعد كده هز راسه وقال لنفسه بسخرية ايه اللي بيحصل هنا ده؟ حياة القبائل البداية دي اعقد بكتير مما كنت متخيل. لكن فجأة لاحظ ان بينج بقى شكله غريب، وقال لنفسه استنى، هو شكله ناوي ينتحر ولا ايه؟ لا يا عم، انا لسه معتمد عليكم في بناء القبيلة، ما ينفعش حد يموت دلوقتي. وساطور بعد كده بيهمس لان ولا خد السلاح من غير ما يحس وخلي بالك من رد فعله. وهزت لان راسها وبدأت تتحرك في هدوء، لكنها كانت لسه بعيدة. فجأة رفع بينج سلاحه ووجهه مباشرة ناحية صدره. وفي نفس اللحظة خرج صوت الزعيمة وهو يسخر منه، والزعيمة بتقول له ها انت بتهددنا بالانتحار ولا ايه؟ اما ساطور فكان نفسه يروح يقفل بقها. قال لها انت بتعملي ايه؟ ده هيموت بجد. لكنها كملت وهي بتسخر، والزعيمة قالت له الجبان بس هو اللي بيأذي نفسه. وبعد كده بتضيف وهي بتكمل كلامها لو عايز تطعن نفسك اعملها، ولو منعتك ابقى مستحقش ان اكون زعيمة. وكأن كلماتها دي كانت اخر كلام بتقوله. وازدادت نظرات بينج اصرار، وكان قلبه بيتقطع من اللي هو عايز يعمله. هو ما كانش عايز غير انه يحمي اخته وبس. ومع مرور الوقت بينج ما بقاش بيحس ان دي مجرد اخت، كان بيحس انها حبيبته. وكان عارف ان اول ما يظهر راجل غريب في القبيله هيبقى هو الراجل اللي هتاخده اخته. وعشان كده حاول انه يتخلص من ساطور من اول يوم. اما دلوقتي فهو متاكد ان اخته بقت بتكرهه. ودلوقتي ما بقاش عنده غير شعور واحد بس، وهو الندم وازاي انه يتخلص من اللي هو عمله. يا ترى هيعمل ايه بينج في نفسه؟ ويا ترى ساطور هيلحق ينقذه ولا لا؟ كل ده هنشوفه في الفيديو الجاي. مش تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعليقك الحلو بيفرحني. في الختام سلام. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.